هاجم محمود قندوز أسطورة كرة القدم الجزائرية فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر، لافتا إلى أنه ارتكب العديد من الأخطاء منذ توليه المسؤولية. وقال قندوز في أحدث حوار معه إن التأهل للمونديال القادم ليس هو الهدف الأهم، لأن المهمة سهلة جدا، بل يجب الوصول للدور ربع النهائي على الأقل، لأن منتخب المغرب وصل نصف النهائي. وأضاف قندوز: في وقتنا عندما كنت ألعب مع الخضر في عامي 82 و 86، إفريقيا لم تكن ممثلة سوى بمنتخبين فقط في كأس العالم، ولكي تتأهل كان عليك أن تقاتل بشدة. وواصل قندوز انتقاده لبيتكوفيتش في تصريحات لصحيفة لوسواردار جيري قائلا: إن المنتخب الوطني تحول إلى دار للمسنين، نعتمد منذ فترة على إسلام سليماني، والآن تمت إعادة ياسين إبراهيمي رغم أن كليهما تجاوز 30 عاما، ولا يمكن بناء المستقبل على أي منهما. وأضاف: هناك أيضا عيسى ماندي الذي يعتبر لاعبا بديلا في فياريال الإسباني، والمنتخب الوطني هو فقط الذي أصبح يحافظ على جاهزيته للمشاركة مع ناديه وليس العكس. واختتم قائلا: لا يجب أن ننسى رامي بن سبعين البديل هو الآخر في ألمانيا، ويوسف عطال الذي يعاني من قلة المشاركة. أما يوسف بليلي فيلعب في بطولة ضعيفة لا تنتج لاعبين كبار على المستوى الدولي. ما رأيكم في تصريحات قندوز؟ هل معه حق أم لا؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.